Welcome all my students everywhere. طلاب البكالوريا كل سنة وانتم طيبين، جاهزين؟ امتحان الشهر خلاص يا ابطال الاسبوع ده. تعالوا مع بعض نبدأ نقول ونراجع على أهم جزئيات المنهج. عندنا نبدأ بالفوكاب أو بعض الديفينيشنز. عندنا كلمة زي adapt معناها يتكيف أو يتأقلم أو يتلائم. To change so you fit a new situation or a purpose. يعني من الآخر أنت بتحاول تتلائم مع المواقف الجديدة أو مع الظروف الجديدة. Virtual معناها افتراضي something that exists in a digital or computer created form not physically. Artificial احنا عارفين الارتفيشال معناها صناعي، حاجة صناعية made by humans مصنوعة بواسطة البشر not natural مش حاجة طبيعية. في عندنا كلمة درون، يعني درون دي معناها طيارة بدون طيار، كلنا عارفين الدرون. A flying machine controlled remotely، طبعا آلة بتطير بنتحكم فيها بواسطة الريموت. Empathy معناها تعاطف. The ability to feel what others are experiencing. Okay? Replace بمعنى يستبدل. To put something or someone in a place of something or someone، يعني نضع شيء أو شخص مكان شيء أو شخص آخر. في عندنا بعض الاكسترا فوكاب اللي هي المهمة. عندي كلمة اسمها achieve بمعنى يحقق أو ينجز. apply يعني يتقدم بطلب، مثلا طلب وظيفة أو أيا كان. believe معناها يعتقد أو يؤمن أو يصدق. achievement يعني إنجاز. artist فنان. build يعني يبني. aim يعني يهدف. assistant معناها مساعد. care معناها رعاية. challenge معناها تحدي. inspire معناها يلهم. make يعني يصنع أو يجعل. pilot معناها طيار. potential معناها محتمل أو إمكانية حدوث الشيء. reward معناها يكافئ. course معناها دورة تدريبية. local محلي. open minded يعني خليك open minded يعني خليك فريش، خليك متفتح. planet يعني كوكب. prepare يعني يجهز أو يستعد ليه. robot إنسان آلي. happy معناها سعيد. ماشين يعني آلة أو ماكينة. باكج معناها طرد. position معناها مكانة أو منصب أو وظيفة. proud معناها متباهي أو فخور به. safely بمعنى بأمان. في عندنا بعض الكلمات كمان زي ريورد يكافئ. ساينس علوم. سكسيد ينجح. رابط إنسان آلي. سكيل مهارة. سكسس اللي هو النجاح. ستيبل معناها مستقر. ديسنت معناها كريم أو لائق. تعال نشوف ازاي نفرق بين adapt بالاي وadapt بالاو. ايه الفرق ما بينهم؟ قال لي adapt بالاي بمعنى يتكيف مع او يتلائم، دي معناها يتكيف مع او بمعنى ايه؟ يتلائم. تمام؟ زي change to suit new needs. adapt بالاو بمعنى يتبنى، يتبنى فكره، يتبنى طفل، يتبنى خطه حاجه معينه، يبقى دي اسمها adapt. في عندنا كلمة الفرق بين ريورد وأوارد ووارد وريورد. عندي ريورد معناها يكافئ، معناها يكافئ أو مكافأة. أوكي؟ لكن أوارد دي معناها منحة أو جايزة رسمية. أوكي؟ حد بيكافئ حد أو بيدي حد جايزة رسمية. وارد ده معناها عنبر في جناح، يعني جناح في مستشفى. أوكي؟ ريورد معناها يعيد صياغه، يعيد ايه؟ صياغته. طيب في عندنا تيك اون وتيك اوفر. ايه الفرق بين تيك اون وتيك اوفر؟ قال لي تيك اون بمعنى بيقبل عمل او مسؤوليه، حد بيبقى اكسبتد جوب، مثلا انا قبلت بوظيفه يبقى اي تيك اون. طيب في تيك اوفر معناها يتولى مسؤوليه او اداره. تمام؟ طيب في عندنا كمان الفرق بين سوسايتي وكوميونتي. السوسايتي المجتمع كامل، احنا اور ايجيبشن سوسايتي المجتمع المصري بتاعنا. تمام؟ لكن الكوميونتي ده المجتمع اللي هو الجاليه، الجماعه اللي هم مجموعه من منطقه معينه، يبقى ده اسمه ايه؟ الكوميونتي. اوكي؟ طيب تعالى نشوف كده بعض الاسئله، نشوف نفسنا هنعرف نحل ولا مش هنعرف. question number 1.
عايز الناس تشتغل معانا. بيقول لك ايه؟ it can be hard for some animals، يعني احيانا او ممكن يبقى صعب بالنسبه لبعض الحيوانات انها تعمل ايه؟ to a new environment when their forests are cut down، مع البيئه الجديده عندما الغابات مالها تقطع. تمام كده؟ ايه اللي هيحصل؟ يبقى اذا هنا بقول لك صعب ببعض الحيوانات انها ايه؟ يا ترى ادابت معناها يتبنى؟ طبعا لا. ولا ادابت من ايه؟ ايوه دي معناها يتكيف او يتلائم. دي معناها ايه؟ يتكيف او يتلائم. يبقى صعب جدا ان بعض الحيوانات تتكيف مع البيئات الجديده. تمام؟ طيب امبثايز معناها ايه؟ ايوه يتعاطف. ولا ريبليس يستبدل، اكيد ولا هيتعاطف ولا يستبدل. اذا الاجابه الصحيحه كلمه ايه؟ adapt. اوكي. question number 2. the polar bear's thick fur، الفرو الكثيف بتاع الدب القطبي it's a biological space that helps it survive in freezing temperature. واضح كده عايز اقول لك ايه؟ ليه تكيف او تلائم بيولوجي. يعني ايه بقى تكيف او تلائم؟ احنا عايزين هنا ايه؟ ادابتيشن، ايوه هو ده التكيف البيولوجي، ولا ارتفيشاليتي اصطناعيه، ولا كريتيفيتي ابداعيه، ولا تيم ورك عمل جماعي. اكيد هتبقى ايه؟ ادابتيشن. اوكي يا شباب؟ طيب ايه كمان عندنا بعد اكسرسايز؟ نكمل ناخد لون تاني عشان يبقى ظاهر شويه. طيب some people prefer، بعض الناس بتفضل real wood furniture over، واضح كده ما دام قال لك real wood furniture يعني اساس منزلي خشبي حقيقي. materials like plastic، يبقى واضح كده ايه؟ بتفضل المواد الايه؟ ايوه برافو عليك، الصناعي. يعني ايه صناعي؟ جرين اخضر او صديق للبيئه، ولا السولار شمسي، ولا ديجنيفايد، ولا ارتفيشال. اكيد الاجابه الصحيحه تبقى ايه؟ ارتفيشال، محتاجه المواد الايه؟ الخام الصناعيه زي البلاستيك. The of the rabbit's voice it's difficult for children to enjoy story. يا ترى dignity الكرامه، ولا جروث النمو، ولا ارتفيشاليتي، ولا تريننج؟ واضح كده عايز اقول لك الصوت الاصطناعي. يبقى اذا هنا تبقى اسمها ايه؟ artificiality. اوكي يا شباب؟ طيب question number 5. the farmer used to check the health of the crops from the air. الفلاح استخدم ايه عشان يفحص صحة المحاصيل من الهواء؟ يبقى يا ترى هيستخدم ايه الفلاح عشان يفحص صلاحية الايه او صحة الايه المحاصيل اللي عنده؟ يا ترى هيستخدم الاوبورتونيتي الفرصة؟ اكيد لا. هيستخدم الدرون؟ طبعا احنا الدرون بنتحكم فيها بكنترول او بريموت. في الحاله دي بنعرف نشوف حتى لو على بعد، نشوف الايه؟ صحه المحاصيل اللي ايه؟ اللي بتبقى جوه الزرع وكده. ريبليسمنت استبدال، ولا فير بلاي؟ طبعا اكيد هتبقى درون. A or an teacher، يا ترى المدرس الايه؟ always tries to understand why a student is feeling upset or stressed. عايز اقول لك الايه؟ المدرس الايه؟ يا ترى الامباثيتك المتعاطف، ولا الكرييتيف المبدع، ولا الفيرتشوال الافتراضي، ولا السولار الشمسي؟ اكيد ما فيش حاجه اسمها المدرس الشمسي ولا الافتراضي. تمام؟ طب عندك الكرييتيف والامباثيتك. بس انا حاسس الاثنين ينفعوا، بس الكرييتيف اللي هو المبدع. انا هنا واحد بيعمل ايه؟ بيفهم ليه الطلاب بتاعه بيحسوا بالابسط، بالتعاسه او بالحزن او بالشقاء او الستريس. تمام؟ في الحاله دي يبقى ايه؟ المدرس المتعاطف. اوكي؟ يبقى اذا ده مش ابداع، يبقى ده تعاطف منه اللي بيحس بكل ايه؟ طلابه. Question number 7. It's important to with others problems if you want to be a good friend. لازم او مهم جدا انك تعمل ايه
مع مشاكل الاخرين لو انت عايز تكون صديق جيد. يبقى لازم كده، ايوه واضح كده، كرييت تبدع او تخلق او تبتكر، ولا ادابت تتكيف، ولا امبثايز تتعاطف، ولا ريسبكت تحترم. مين يا ترى هتبقى اقوى واحده؟ يبقى اذا هنا لازم نعمل ايه؟ نتعاطف مع المشاكل لو انت عايز تكون صديق جيد. اوكي؟ طيب question number 8. showing ايه means you can feel، معناها ان انت تقدر تشعر and understand the emotions that another person is experiencing. يا ترى الكرياتيفيتي الابداع، ولا الامباثي، ولا الجروث، ولا الادابتيشن؟ يبقى ده اللي ايه؟ الامباثي يا شباب، اللي هو التعاطف. اوكي؟ طيب the student wrote a very story. الطالب كتب ايه؟ قصه ايه يا ترى جدا؟ about the world where cars run on water. عن العربيات ازاي تدار بالميه. يبقى واضح كده كتب فيري ايه؟ ارتفيشال، صناعي؟ لا اكيد طبعا مش هيكون كتب قصه صناعيه، ولا كرييتيف قصه ابداعيه، واضح كده بنسبه كبيره، ولا جرين صديقه للبيئه، ولا ديجنيفايد. يبقى اذا اكيد كتب قصه ايه؟ كرييتيف. اوكي؟ طب question number 10. solving global warming. حل مشكلة الاحتباس الحراري will require a lot of، هتكون متطلبة لإيه؟ from scientists all over the world. يا ترى تتطلب إيه؟ replacement استبدال؟ لأ. ولا training تدريب من العلماء، ولا creativity إبداعية من العلماء. لازم هتحتاج creativity اللي هو الإبداعية. question number 11. success in football match depend on. النجاح في مباراة كرة القدم يتطلب ايه يا ترى؟ rather than just one player's skills. لازم يعتبر ايه؟ تيم ورك، لازم يكون في عمل جماعي. طبعا لازم يكون الفريق كله بروح واحدة في عمل جماعي، ولا جروث نمو، ولا دايجنتي كرامة، ولا opportunity فرصة. واضح كده دي لأ، ولا دي لأ، ولا دي لأ. لازم يكون في تيم وورك، لازم يكون في عمل جماعي، ما يبقاش في أنانية في اللعب. buying ايه؟ شراء ايه؟ products، المنتجات الايه؟ helps protect the planet from pollution and chemical waste. لازم نشتري المنتجات الايه يا ترى؟ السولار الشمسية اللي بتحمي الكوكب من التلوث والنفايات الكيميائيه، ولا الفيرتشوال افتراضي، مفيش حاجه اسمها منتجات شمسيه، ولا الامباثيتيك المتعاطف، ولا الجرين. جرين ده معناها ايه؟ جرين اللي هو الاخضر، اللي بمعنى صديق للبيئه، صديق الايه؟ البيئه. يبقى لازم نشتري اشياء جرين يا شباب. Our school installed panels on the roof to save money on the electrical bills. يعني مدرستنا ثبتت ايه؟ عايز اقول لك الواح شمسيه on the roof to save money on the electricity bill، للفاتوره الكهربائيه. يبقى لازم تعمل ايه؟ نشتري او نثبت ايه في مدارسنا؟ طبعا السولار ايه؟ بانلز، اللي هي الالواح الشمسيه. اوكي؟ طيب كده بالنسبه لايه؟ لاسئله الفوكاب. تعالوا نشرح مع بعض الجرامر بتاعنا. هنشرح مع بعض دلوقتي الزمن مهم جدا، وناس كتير جدا للاسف بتتلخبط فيه، اللي هو ايه يا مستر ايمن؟ اللي هو ذا بريزنت بيرفكت. يعني ايه بريزنت بيرفكت؟ المضارع التام. يعني ايه مضارع تام وبيستخدم في ايه؟ البريزنت بيرفكت يا شباب بيعبر عن ايه؟ حدث بدأ فين؟ في الماضي وليه نتيجه في الوقت الحالي. خلاص؟ طب بيتكون من ايه يا ترى؟ قال لي تكوينه هو عباره عن التكوين بتاعه هاف او هاز. هاف او ايه؟ او هاز. هاف مع الجمع، وهاز مع مين؟ مع المفرد، ومعاهم الباست ايه؟ بارتيسيبل. طب لما نيجي ننفي، هنفي بهافنت وهازنت، ومعاهم البي بي برضه، التصريف الثالث ايه؟ للفعل. طيب لو هنتكلم عن الباسيف المبني المجهول، قال لي هنبدا بالاوبجكت اللي هو المفعول، بعد كده هاف اور هاز، معاهم كلمه بين، والتصريف الثالث ايه؟ للفعل.
اوكي يا شباب؟ طب لو عندك سؤال هسال طبعا بهاف او هاز، بعد كده الفعل، بعد كده الباست ايه؟ بارتيسيبل. طب تعالى نشوف كده، هنشرح كده زي ما احنا قلنا، هنلخص الكلام ده في كام جمله او كام ايه؟ طيب هنتكلم واحنا قلنا عن مين؟ ذا بريزنت. ذا بريزنت ايه؟ بريزنت بيرفكت. ايه البريزنت بيرفكت ده؟ اللي هو المضارع التام. ده اللي هو مين؟ مضارع تام. قلنا المضارع التام احنا لسه قايلين بيتكون من ايه؟ قال لي بيتكون من حاجه اسمها have، حاجه اسمها has، ومعاهم الباست بارتيسيبل. معاهم مين؟ الباست بارتيسيبل. ايه الكلمات اللي بتدل على الزمن ده يا شباب؟ تعالوا نعرفهم مع بعض. اول حاجه بتدل على زمن البريزنت بيرفكت اللي هو مين؟ قال لي كلمه اسمها جاست. كلمه اسمها ايه؟ جاست. يعني ايه جاست دي؟ بمعنى حالا. وفي عندنا كلمه اسمها اوريدي. كلمه اسمها ايه؟ اوريدي. يعني ايه اوريدي؟ معناها بالفعل. وفي عندنا كلمة اسمها recently، وفي عندنا كلمة اسمها still. تاني يبقى الكلمات اللي بتدل على present perfect just، already، recently، still. ايه كمان غيرهم؟ ايوه طبعا في عندنا اصحاب اللي بيقولوا، في عندنا حاجة اسمها ever و never. حاجة اسمها ايه كمان؟ حاجة اسمها ever وحاجة اسمها نيفر. قلنا دول مكانهم فين في الجملة يا شباب؟ دايما بيجوا في الجملة. يبقى إذا مكان just أو مكان already أو recently أو still أو ever أو never، مكانهم فين في الجملة؟ بعد الهاف والهاز وقبل البي بي. بعد الهاف والهاز وقبل الباست بارتيسيبل اللي احنا بنقول عليه البي بي. يبقى فين مكان just already recently still؟ بعد الهاف والهاز وقبل البي بي. قبل البي بي بعد الهاف والهاز. تمام كده؟ طيب ايه كمان؟ في عندنا يا شباب دول كده مكانهم. لما نيجي يجيب لي جمله مثلا زي كده في الامتحان ويسالني يقول لي ايه؟ اختار الاجابه الصحيحه. يقول لي مثال زي كده اهو ويقول لي ايه؟ احمد وليكن مثلا انجلش. يا ترى studied ولا has just studied ولا has studied just ولا just has studied. أنهي واحدة صح يا شباب؟ تعالوا نمسكهم واحدة واحدة ونشوف مين الأصح جملة فيهم. تعالوا نمسك دي studied بس. أولا الجملة دي مفيش كلمة تدل على الماضي. يعني لو قال لك yesterday last week ago in the past أي حاجة تدل على الماضي كنا فكرنا فيها. شكرا مش هتنفعي معايا. طيب has just studied واضح كده شكلها كده خير، اللهم اجعله خير. هي دي هتبقى الإجابة الصحيحة لأن أدي has موجودة. has موجودة اهي، وادي جاست بعدها، وادي البي بي، بس مش هختارها غير لما اقول الاجابات كلها. طب has studied just؟ لا طبعا دي لا مش هتنفع لان اصلا جاست مكانها هنا اهو. يعني دي مش هتنفع كمان. جاست جت في الاول لا. يبقى عرفنا ازاي بختار الاجابه الصحيحه. يبقى تاني الكلمات اللي بتدل على المضارع التام just already recently still مكانهم فين في الجمله؟ بعد الهاف والهاز وقبل البي بي. بعد الهاف والهاز وقبل الباست ايه؟ بارتيسيبل. طيب تعالى نشوف ايه كمان. في عندنا يا شباب كلمه اسمها مين؟ اسمها yet وليتلي وريسنتلي وسوفار. هنقولهم دلوقتي بالتفصيل. تعالى كده نبص مع بعض. طيب في عندنا حاجه
حاجه اسمها because. حاجه اسمها ايه؟ بصوا معايا هنا. قال لي لو الجمله بالنسبه لك احنا عارفين او احنا خدنا يا مستر ايمن اتشرح لنا الكلام ده، احنا خدنا ان سنس دي بيجي بعدها ماضي بسيط قبلها مضارع تام. قال لي بس سنس لو جه قبلها ام او از او ار، لو جه قبلها ام او از او ار او كان او كانت، في الحاله دي بمعنى ايه؟ مش بمعنى منذ، معناها لان. معناها ايه؟ لان بتساوي because او بتساوي as، بيجي بعدها مضارع تام مباشره اللي هو have وhas وتصريف تالت للفعل. She is very happy، هي مبسوطه جدا because she has passed ولا passed the exam. واضح كده، ادي is وادي because اللي هي بتساوي since، يبقى اذا هنا بعدها present perfect has passed. طيب she is very happy because she has passed ولا passed the exam. مستر ما نفس الجمله، لا خلي بالك هنا في كلمه اسمها yesterday بتدل على الزمن الماضي، اذا الاجابه الصحيحه هتبقى ايه؟ هتبقى pass. احنا لسه قايلين الكلام ده دلوقتي حالا. ايه هو ده يا مستر ايمن اللي احنا لسه قايلينه؟ قلنا ايه الكلمات اللي بتدل على المضارع التام؟ قلنا recently just already ونيفر وايفر. مكانهم فين؟ قلنا لسه قايلين حالا بعد الهاف والهاز وقبل البي بي. تمام؟ طيب احنا لسه قايلين او هنقول كده just دي بتساوي a short time ago او a moment ago. ماشي؟ طيب ايفر دي قلنا بنستخدمها في السؤال وفي النفي وكمان جمله التفضيل. نيفر بنستخدمها مع مين؟ قال لي مع الجمله المنفيه، بننفي بيها الجمله المنفيه. خلاص؟ وكمان بنستخدمها مع صيغه المقارنه والمقارنه. بنستخدمها مع مين؟ المقارنه اللي هي اي ار وزان او مور ولس وزان. I have already ولا already have. واضح كده already ما ينفعش دي، لازم تبقى مكانها بعد الهاف، اذا الاجابه الصحيحه دي هي has he. ما دام هنا في سؤال يبقى has he ايه؟ has he ever. it's the most، ما دام في صيغه تفضيل عليا يبقى اقول ever معاها. اوكي؟ طيب في مين كمان؟ يت دي بتيجي في نهاية السؤال أو نهاية الجملة المنفية. يت بتيجي فين؟ في نهاية السؤال أو نهاية جملة إيه؟ منفية. إيه كمان يا شباب؟ طيب كمان مين مع يت بيجي في نهاية السؤال ونهاية الجملة المنفية؟ في عندنا already وفي عندنا recently وso far وup till now وlately وin the last. كلهم دول بنستخدمهم مع المضارع التام وبيجوا في اخر الجمله، بيجوا دايما في اخر الايه؟ الجمله. تمام؟ طيب تعالى نشوف كده. I haven't finished ولا didn't finish my work yet. ما دام في yet هنا يبقى نستخدم haven't finished. تعالى نشوف كمان she has written ولا wrote 5 stories so far. ما دام so far موجوده يبقى ده present perfect، هاخد has ايه؟ has written. excellent يا شباب. Have you finished؟ هل انت خلصت your work؟ ايه ده؟ مستر طب هنا الجمله دي فيها حاجه مش عجباني، اللي هي ايه؟ طب ما تنفع yet وتنفع already، بس مين اقوى فيهم؟ والاثنين اجابتين صحيحين، محدش يقدر يقول لك لا. بس تعالى نكمل الجمله. I can't imagine how you did it so quickly. بصراحة أنا مش مصدق أنت عملتهم إزاي بالسرعة دي. طول ما في أسلوب دهشة أو أسلوب تعجب من حاجة حصلت في قبل وقتها، من الآخر حاجة كده أنت عملت عظمة، في الحالة دي باخد إيه؟ باخد already. تمام؟ طب إيه الكلمات أو التعبيرات المهمة جدا مع البريزنت بيرفكت؟ أولاً كلمة today أو tonight أو this year أو this month أو over the years. it's the first أو it's the second time أو أيا كان طول ما في أعداد ترتيبية. how long in the last أو in the past. كل ده بيدل على present perfect. مستر طب أنا عايز أقول حاجة، مش الحاجات دي ممكن نعبر بيها عن الماضي البسيط برضو؟ ايوه طبعا في حاجات كتير جدا متشابهه بين المضارع التام والماضي البسيط، بس لما اجي اقول لك مثلا this morning هذا الصباح، انا بسجل مثلا دلوقتي يعني الساعه 6 او 7 مثلا بالليل، يبقى لما اجي اقول لك هذا الصباح
يبقى انا فين؟ وقت عدى يبقى ده ماضي. لكن انا لو بسجل الصبح دلوقتي تمام يبقى اذا ده مضارع ايه؟ تام. يعني لو انا بتكلم معاك يعني بتكلم معاك ان انا مثلا الساعه 11 الصبح مثلا ولا 10 اقول لك this morning تمام I have done my homework، انا عملت واجبي، يبقى انا لسه مخلص في الصباح ده وانا في الصبح برضه. تمام كده؟ طيب over the years اهو من ضمن التعبيرات اللي بتدل على البريزنت بيرفكت. she had become an expert in her field. واضح كده هتبقى ايه؟ has become. he has traveled ولا traveled to 3 different countries this year. يبقى واضح كده هنا هتبقى ايه؟ هتبقى has traveled. طيب ايه كمان عندنا يا شباب؟ في عندنا بعض التعبيرات زي ايه؟ بنستخدمها مع فور. في عندنا حاجه اسمها سنس وحاجه اسمها فور. ايه حكايه سنس وفور؟ قال لي سنس من الاخر بيجي بعدها بدايه الحدث. سنس بيجي بعدها ايه؟ يبقى هنعمل كده جدول لذيذ كده نعرف الناس فيه. في عندنا حاجه اسمها مين ومين، في عندنا حاجه اسمها سنس وفور. حاجه اسمها ايه؟ سنس. لا اللون ده مش هيبقى معانا كويس ولا شايفينه؟ امسحه ونكتب لون تاني. ماشي؟ تعال نشوف كده هناخد اللون ده سنس، وعندي كلمة فور. ايه حكاية سنس وايه حكاية فور؟ قال لي سنس دي بيجي بعدها معناها منذ الأول دي، لكن فور بمعنى لمدة. دي معناها منذ، دي معناها لمدة. قال لي سنس دي بيجي بعدها بداية الحدث. بداية الايه؟ بداية الحدث. يعني ايه بداية الحدث؟ لما اجي اقول لك انا قابلت احمد الساعة 3 يبقى الحدث بدأ امتى؟ الساعة 3. I have met أحمد since 3 o'clock. لكن لما اجي اقول لك انا قعدت اتكلم مع علي 3 ساعات يبقى في الحالة دي مدة استغراق الحدث. دي مدة استغراق الحدث. الحدث خد وقت قد ايه؟ يبقى دي معاها مين؟ 4. يعني مثلا لما اجيب لك 2 o'clock يعني ايه 2 o'clock؟ يعني الساعة 2. لكن هنا لما يقول لك ايه؟ يجيبها لك مثلا 2 hours يعني ساعتين. يبقى اذا دي هنا الساعة 2 لكن هنا دي ايه؟ ساعتين. يبقى دي الحدث بدأ لكن دي الحدث استغرق وقت قد ايه؟ لما اجيب لك Monday, Tuesday اي يوم من ايام الاسبوع هاخد معاها since. برافو عليك. لكن لما اجيب لك 2 days, 5 days, 3 weeks, 5 months يبقى في الحاله دي هاخد معاها 4. يبقى since بيجي بعدها بدايه الحدث، 4 مده استغراق الحدث. يعني من الاخر لو جاب لك اي ساعه يبقى هاخد since. جاب لك يوم هاخد since. ماشي؟ جاب لك سنة هاخد سنس. جاب لك اسبوع، جاب لك فصل من فصول السنة، يبقى كل ده هاخد معاها ايه؟ هاخد معاها سنس. تعال ناخدهم مع بعض كده. يعني مثلا قال لك فور دي بنستخدمها تعبر عن شيء حدث وهو ما زال مستمر في الوقت الحالي مدته قد ايه؟ يعني مثلا اقول لك 3 years, months, 4 weeks وهكذا. the last مدة how long. ماشي؟ a long time, a while, for a while. كل ده بنستخدم معاهم مين؟ بنستخدم معاهم for. اوكي؟ she has lived ولا lived in Bani Suef for 10 years now. he enjoys living there. هو بيستمتع بالمعيشة هناك. يبقى هو لسه عايش ولا عزل من بني سويف؟ يبقى أكيد هو عايش. هتبقى has lived. لكن she has lived ولا lived in بني سويف for 10 years. now he lives in الأقصر. هو بيعيش دلوقتي في الأقصر يعني عزل من بني سويف أصلا. يبقى إذا ده past إيه؟ past simple. كده يا شباب؟ طيب تعالى نشوف كمان إيه الفكرة اللي جاية. عندنا since. قلنا since بيجي بعدها إيه؟ بيجي بعدها بداية الحدث. بيجي بعدها إيه؟ بداية الحدث. لما أجي أقول لك 2007 يعني 2007. April, Sunday وهكذا. Last
لما اقول لك last week last month لما ينفع اقول the last طبعا ينفع اقول the last ايه the last event the last lesson the last word the last event. اوكي يبقى the last يجي بعدها ايه الحدث. في عندنا حاجه اسمها since then او since when. تمام. في عندنا the age of خلاص since the age of كذا منذ عصر كذا. ممكن يجي بعدها مده بس اجو بعدها كمان. طيب since كمان يجي بعدها جمله في الماضي البسيط. since ممكن يجي بعدها اسم زي childhood او marriage او graduation تخرجه. لو ما جاش فاعل بعدها الفعل مضاف له ing. she has been ill since or for the last meeting. طب مستر مش احنا قلنا the last دي مع for؟ ايوه بس هنا في ايه the last meeting. لكن لو كان the last month لو the last month كنت خدت for كنت خدت معاها مين؟ فور. اوكي؟ معايا يا شباب؟ يبقى لو لاست مانث او لاست ويك كنا خدنا فور، لكن ما دام ذا لاست ميتنج هاخد معاها مين؟ هاخد سينس. اوكي؟ طيب since his marriage منذ جوازه he has started ولا started saving more money for the future. يبقى إذا هنا he has started. She has studied English last year. last year في الحالة دي مفيش ذا يبقى هاخد معاها مين؟ هاخد معاها since. مهم جدا الحاجات اللي هنقولها دلوقتي يا ريت تركز معايا. هنقول مع بعض الحاجات دي عشان مهمة. في تعبير عندك بيقول لك ايه؟ it's مدة since ماضي بسيط. it's مدة since ماضي بسيط. it's مدة since ماضي بسيط. it's ومدة since وماضي بسيط. it's ومدة since وماضي بسيط. أو it has been ومدة since وماضي بسيط. اوكي؟ since كمان يجي بعدها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. اوكي يا شباب؟ طيب it's ولا it has 3 years؟ قلنا it's 3 years since I last saw my cousin علي. I haven't had holiday since ادي haven't had يعني ده مضارع تام وادي since يبقى انت عايز past simple يبقى ماضي بسيط. اوكي؟ في عندنا بعض الروابط زي مين يا ترى؟ after by the time as soon as before when once. ايه حكايتهم الجماعه دول يا شباب؟ بيجي بعدهم حاجه من اتنين يا اما مضارع بسيط يا اما مضارع تام. يا اما ايه؟ مضارع بسيط او مضارع تام. ودي هناخدها في يونت 11 تمام؟ مع زمن الفيوتشر. في الحاله دي زي ما احنا بنقول كده هنا هنقول present perfect present simple او present perfect. بعد كده will والفعل فين؟ في المصدر. اوكي؟ طيب تعالى كده يا شباب نقول بعض الملاحظات. قلنا since زي ما احنا اتفقنا ممكن يجي بعدها مده زمنيه واجو. لما اجي اقول لك since 5 years ago في حاجه اسمها ever since. ever since دي بتيجي فين؟ في اخر الجمله. بتيجي فين؟ في نهايه الجمله ومعناها منذ ذاك الايه؟ ذاك الوقت. اوكي؟ اهو she left home in 2000 and hasn't been seen. طبعا هتبقى ايه؟ ever since منذ ذاك الحين. اوكي يا شباب؟ طيب تعالى نقول ايه كمان؟ في عندنا since then. ايه حكايه since then؟ since then عكس since بالظبط. since then عكس مين؟ عكس since بالظبط. ايه حكايتها؟ ايوه برافو عليك. بدل ما بيكون since قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط دي العكس. قبلها ماضي بسيط بعدها مضارع تام. اوكي؟ طيب تعالى كده نحل مع بعض شويه اكسرسايز. تمام؟ طيب I my homework can I go out؟ أنا خلصت واجبي ممكن أخرج؟ واضح ده كده خلصت واجبي بقالي قد إيه؟ ده لسه مخلص حالا يعني ده present إيه؟ present perfect. I do لأ ولا I did أكيد برضو لأ لأن أنت هنا عايز إيه؟ أيوه عايز زمن present perfect. عايز زمن إيه؟
present perfect. مش هتنفع did كمان ولا have done، يبقى اذا دي الاجابه الايه الصحيحه. طيب I my homework this morning. انا خلصت واجب الصبح. يعني انت خلصت ولا لسه؟ يا عم انا مخلص من الصبح، ممكن اخرج دلوقتي. ايه ده؟ يبقى اذا هنا خلاني اختار زمن تاني اللي هو مين يا شباب؟ الباست سيمبل. يبقى اذا هنا هاخد مين؟ هاخد I did. تمام؟ It's a week. احنا لسه قايلين it's مدة زمنية since ماضي بسيط. see ده present. so دي إجابة صحيحة. have seen لأ. ده present perfect. had seen ده past perfect مش هينفع معايا. it a week since I met him. it has been ولا it was ولا it had been ولا has. طبعا احنا لسه قايلين it's مدة زمنية since ماضي بسيط، أو it has been مدة زمنية since ماضي بسيط. يبقى إذا الإجابة الصحيحة هتبقى إيه؟ has been. mother hasn't prepared dinner. واضح كده دي كده جملة منفية. مين اللي بتيجي مع نهاية الجملة المنفية؟ just now دي باست سيمبل لا، just مكانها في النص مش هتنفع معايا. already ايه ده؟ ما already تنفع، بس already دي بتفيد الدهشة مع جملة مثبتة يا شباب. مين اللي بتيجي مع الجملة المنفية؟ كلمة ايه؟ yet. السؤال اللي بعده I have met the manager before. واضح كده في تعبير عندي انا اقول لك ما شفتهوش ابدا من قبل. خلاص؟ يبقى اذا هنا هتبقى I have never. I have ايه؟ never. اوكي؟ طيب it's the first time. انها اول مرة. I this news. اسمع هذه الاخبار او هذا الخبر. في الحالة دي هتبقى ايه؟ hear ولا heard ولا have heard ولا had heard. واضح كده هو اللي بيسمع لسه حالا بيه. اذا ده present simple. لا طبعا مش بريزنت سيمبل، عشان في ناس بتقول بريزنت سيمبل. ما دام هنا اتس ذا فيرست تايم اتس ذا سكند تايم في اعداد ترتيبيه، يبقى ده بريزنت بيرفكت، يبقى لازم تبقى فيها هاف او هاز. لا يبقى اذا هتبقى هاف هيرد. اوكي. question number 9 it was. ايوه بص بقى هنا قال لك it is. خلاص هنا قال لك it was، يعني ده هنا حاجه في الماضي. طول ما في اعداد ترتيبيه في المضارع يبقى مضارع تام. طب اعداد ترتيبيه قال لك ات واز، يبقى ده كان ماضي ايه؟ ماضي تام. فين الماضي التام؟ لازم ادور على هاد. فينك يا هاد؟ فينك يا هاد؟ فينك يا هاد؟ هي هاد هيرد. يا شباب طيب السؤال اللي بعده يقول لنا ايه السؤال اللي بعده؟ ايوه ثانية واحدة معلش. السؤال اللي بعده question number 10. ايوه بقول لك نجيب محفوظ a lot of novels. عايز اقول لك نجيب محفوظ كتب روايات كتيرة. بص يا شباب مستر انا اخترت has written. طبعا لا، طول ما في شخصيات غير موجودة على قيد الحياة يبقى ده ماضي بسيط. ونجيب محفوظ الله يرحمه كاتبنا العظيم هو ينفع يكتب لنا حاجه دلوقتي ولا لسه مخلصها دلوقتي ولا الله يرحمه كتب وخلاص؟ تمام يبقى كتب وخلاص ده ماضي بسيط. يبقى اذا انا عايز تصريف تاني. التصريف التاني مش رايتس، هو ايه؟ هو روت. اوكي مش هتنفع هاز ريتن ولا هاد ريتن. ذات از ذا بيست بوك اي. ده افضل كتاب. مين خدناها مع صيغه التفضيل العليا؟ ايوه برافو عليك. خدنا ايفر مع صيغه التفضيل العليا ونيفر مع صيغه المقارنه. اذا الاجابه الصحيحه لازم يكون فيها ايفر. ريد ولا ريد عشان دي في الماضي، ولا هاد ايفر ريد طبعا لا، ولا وود ريد. ايوه هي دي الاجابه الصحيحه هاف ايفر ريد. That was the best book I. ايوه ده كان افضل كتاب، نفس اللي احنا قايلينه من شويه. The best book I read ولا had ever read ولا would read ولا. اذا هنا ما دام في was يبقى ده ماضي تام مش مضارع تام. اوكي she cooking 10 minutes ago. الله عليك الجمله دي واضحه وصريحه، بتقول لك انا
ago بتدل على زمن الباست سيمبل. باست سيمبل يعني تصريف تاني، هتبقى ايه؟ هتبقى finished. he gone out. يا ترى had just ولا is just ولا had just ولا would visit ولا would just؟ واضح كده احنا قلنا has بيجي بعدها just او already او recently وتصريف ثالث، اذا دي مش هتنفع ودي مش هتنفع عشان ده مضارع تام مش ماضي. would just لا، اذا الاجابه الصحيحه هتبقى he has just. he out just now. ايوه بص دي بقى just now دي بتدل على مين يا شباب؟ على الباست سيمبل. على الباست ايه؟ الباست سيمبل يعني ماضي بسيط. ما دام ماضي بسيط يبقى تصريف تاني، تصريف تاني يبقى اذا الاجابه الصحيحه هتبقى ايه؟ هتبقى went. اوكي يا شباب. question number 16 space he come back already. great I will meet him. هو رجع فعلا؟ هو بجد رجع؟ مش مصدق نفسي. عظيم انا هقابله. يبقى واضح كده ده زمن ايه؟ ما دام في اوريدي بتعبر عن الدهشه هنا، في الحاله دي لازم يبقى بريزنت بيرفكت، يبقى اذا لازم يكون معاها يا اما هاف او هاز، يبقى اذا الاجابه الصحيحه ايه؟ هتبقى هاز. اوكي يا شباب؟ طيب هي باك اوريدي جريت اي ويل ميت هيم. ايه ده؟ الجمله دي ايه الفرق ما بينهم؟ عايز اقول لك هو هل هنا رجع؟ يبقى في الحاله دي هيبقى ايه؟ هاز. مفيش هنا تصريف ثالث، مش هينفع هاز. اذا الجمله دي لازم يكون عندي فيرب بي. هو بجد بيكون عد، يبقى اذا هنا في الحاله دي لازم اخد فيرب بي، يعني يا اما ام يا اما از يا اما ار. طب هنا لو هنا مفيش فعل اصلا، وهنا طبعا مش هنحتاج كل ده، ودام هنا دي في المضارع لكن دي في الماضي مش هينفع ناخدها، اذا الاجابه از. ودي من الجمل المهمه جدا اللي نركز عليها. he has worked for a factory 7 years. ما دام محدد لك المده في مده استغراق الحدث يبقى هاخد معاها مين؟ هاخد معاها for. اوكي؟ طيب كده يا شباب كده اعتقد المضارع التام سهل ولذيذ ما فيهوش ادنى مشكله. يومنا started عندنا طبعا الرايت write the following sentence using the words between the brackets to give the same meaning. يعني عيد كتابه الجمله باستخدام الكلمه اللي بين اقواس بس ما غيرش ايه معناها. يومنا started working at the community center 3 years ago. واضح كده بيقول لك دخل فور، في الحاله دي هستخدم المضارع التام، يعني لازم هقول ايه؟ هقول يمنى has worked at this او at the community center for 3 years منذ او لمده 3 سنوات. تمام؟ طيب when did you first try the Spanish paella؟ طبعا هنا بقول لك how long، ممكن اقول ايه؟ how long. لو انا عايز استخدمها ممكن اقول لك استخدمها في الماضي how long did. تمام؟ او ممكن استخدمها في المضارع التام يبقى اقول لك how long have you tried Spanish paella. اوكي؟ طب the last time I saw Sam was last week. عايز اقول لك for، يبقى اقول لك ايه؟ اقول لك انا ما شفتش عصام. I haven't seen عصام. انا لم اقابل عصام for ايه؟ وليكن هقولها قد ايه؟ وليكن مثلا for a weeks او for a week. اوكي؟ يبقى هنا عرفنا ازاي بحل الجمل دي. يبقى اذا لازم هقرا الجمله كويس وابدا ايه؟ اشوف افضل اجابه. ما اخافش من السؤال الرايت، لان السؤال بيكون ليه اجابات كتير جدا وممكن كلها بتبقى اجابات ايه؟ صحيحه. الفوكاب بتاع اليونت اللي بعده
عندي كلمه زي cancellation. يعني ايه cancellation؟ طبعا كلنا عارفين cancellation ان احنا بنكنسل اي حاجه، بنلغي الحاجه دي. The act of deciding that an organized event will not happen. طبعا القرار ان في حاجه او في حدث منظم ان هو مش هيحصل. or of stopping an order for something، او نتوقف عن طلب شيء ما. يبقى اذا دي هنا بتعمل ايه؟ بتعمل cancellation. كوبون، عارفين الكوبون؟ طبعا الكوبون ده اللي هو القسيمه اللي احنا بنشتري اي حاجه، رحت اي مكان بيقول لك فين الكوبون بتاع الحجز بتاعك. a piece of paper or a digital code that allows you to buy something at a reduced price. يعني الورقه او قطعه الورق اللي حضرتك بيكون فيها ديجيتال كود رقمي اللي بتسمح لك انك تشتري الاشياء بسعر ايه؟ بسعر مخفض، ده اللي هو اسمه الكوبون. impulse purchase يعني شراء اندفاعي. يعني ايه شراء اندفاعي؟ اللي هو something that you buy without planning to do so in advance. يعني احيانا كده حضرتك تبقى ماشي فبتفاجئ ان انت في حاجه معينه عايز تشتريها ما كنتش مخطط لها اصلا. يبقى something that you buy without planning to do so in advance. في عندنا البيمنت ميثود اللي هو ايه؟ طريقه الدفع. a way of paying for something such as by credit card, cash or bank transfer. يعني الطريقه اللي حضرتك بتشتري بيها الاشياء، زي ما تشتري بكريدت كارد او ممكن تشتري كاش او ممكن تشتري بتحويل بنكي. في عندنا كمان الكواليتي اوفر كوانتيتي. يعني التعبير ده الكواليتي اوفر كوانتيتي يعني الجوده اهم من الايه؟ من الكميه. The idea that how got some things is more important than how much of it there is. يعني الفكره ان الجوده بتاعت الشيء ده بتكون اهم من ايه؟ من الكميه اللي انت بتشتري بيها. خلاص؟ ريسيت. ايه الريسيت ده؟ معروف الريسيت اللي هو الايصال او الوصل. a piece of paper that proves that money or goods have been received. تمام؟ في عندنا السيلرز ريتنج اللي هو تقييم البائع. an evaluation هو التقييم or score given by customers to a person or a company that sells goods based on their experience. اوكي؟ التقييم اللي يمنح للشخص او البائع بواسطه الايه؟ بواسطه العملاء او الشركه كمان اللي بتبيع البضائع تعتمد على خبرتها في الحياه او خبرتها في البيع والشراء. في عندنا التاكس. التاكس دي معناها الضريبه او معناها يفرض ضريبه. money paid to the government. الفلوس التي تدفع للحكومه that is passed on your income or the cost of goods. يعني الفلوس اللي بتدفع للحكومه اللي تعتمد على الدخل او تكلفه البضائع، او ممكن لو جت كفيرب to make someone pay a tax يخلي الشخص يدفع ضريبه. warranty معناها الضمان او الكفاله. a written promise from a company وعد مكتوب من الشركه to repair or replace a product that you buy from them if it breaks. لو الحاجه عطلت او الحاجه اتكسرت حضرتك بتستبدلها، تستبدل المنتج ده بمنتج جديد. في عندنا وايرلس. طبعا كلنا عارفين ايه الوايرلس. واير يعني سلك، وايرلس يعني لا سلكي. using radio waves to transmit information rather than using wires. يعني استخدام الموجات اللاسلكيه او الاشارات اللاسلكيه بدل من الايه؟ الاستخدام السلكي. في عندنا بعض الاكسترا فوكاب في اليونت بتاعنا زي كلمه افويد يتجنب، بريك يعني يكسر او معناها يتعطل، تشايس يعني اختيار، كونديشن يعني حاله او بمعنى ظرف، ديل معناها صفقه او عرض، ديسكاونت يعني خصم، فولو يتبع، فن ممتع، تب معناها نصيحه، ليست يعني قائمة، نايز ضوضاء أو ضجيج، باس معناها يرفض أو يتجاوز، وباس معناها يمر أو يعبر، برودكت منتج،
بروتكشن حمايه، ريتيرن بوليسي سياسه الارجاع او سياسه الترجيع، سكيور يعني امن، تمام، ديبيت كارد اللي هو بطاقه الخصم او بطاقه سحب آلي، ستور بمعنى متجر او بمعنى يخزن يا شباب، تريك معناها خدعه او يخدع. في عندنا كمان ايه الكلمات المهمه؟ في عندنا باتري اللي هي البطاريه، كيرفول حريص او حذر، كومبير يعني يقارن، convenient يعني مريح او ملائم او مقنع، decision معناها قرار، discounted معناها مخفض، genuine معناها اصلي او حقيقي، item معناها سلعه او صنف او عنصر، like new زي الجديد او كالجديد. في عندنا ماركتنج التسويق او تسويقي، اوفر سبند معناها يعني افور في الاسراف طبعا، بيرسونال يعني شخصي، برومو كود رمز ترويجي، ريسيت معناها ايصال او وصل، ريفيوز يعني تقييمات او مراجعات او مقال نقديه، شوبينج معناها التسوق. في عندنا براند، عارفين البراند طبعا يعني علامه تجاريه، تشيك بمعنى يفحص او يتاكد او يراجع، كومبيتيتور معناها منافس، كرنت معناها حالي او جاري، ديسكريبشن يعني وصف، ايربودز عارفين اللي بنقول عليها ايربودز اللي هي سماعات الاذن، انكلود يشمل او يتضمن، ثوتفول معناها عميق او بمعنى مدروس، ليميتد معناها محدد او محدود، ماتيريالز يعني مواد خام او خامات، بير يعني زوج، برايس ماتش مطابق للسعر، بروموشنز معناها عروض ترويجيه، ريجولار معناها منتظم او اصلي او عادي، سكان معناها يعمل مسح دوري او يعمل سكان للحاجه، سمارت بمعنى ذكي. في عندنا سيل، سيل بمعنى بيع او معنى اوكازيون، سويت ريسيستنس يعني مقاوم للعرق، ويب سايت معناها موقع الكتروني. طيب في عندنا انستور معناها داخل المتجر. عندنا زمن الفيوتشر. ايه الفيوتشر ده يا مستر ايمن؟ الفيوتشر ليه عندنا 6 تكوينات يا شباب. الفيوتشر دي عندي كام تكوين؟ 6 تكوينات. ايه يا ترى ال6 تكوينات؟ اول حاجه عندنا ويل بلس انفينيتيف، تعال نقولهم مع بعض كده، نكتب هنا الجزئيه دي. يبقى اذا لما نيجي نتكلم عن زمن الفيوتشر في عندنا اول جزئيه او اول حاجه نتكلم عنها هنقول فيوتشر فورمز تكوينات المستقبل. دي كم تكوين المستقبل يا شباب؟ تعالى نعرفهم بالتفصيل الممل. اول حاجه في عندنا the future with will، the future with will، المستقبل مع مين؟ مع will plus infinitive. المستقبل مع will والفعل فين؟ will والفعل في المصدر. في تاني زي ما احنا قلنا في 6 تكوينات. في عندنا the future with مين؟ with going to. يبقى في عندنا مستقبل مع will والمستقبل مع مين؟ مع going to. بس going to لازم يكون معاها مين؟ am او is او are plus going to plus infinitive. تمام؟ يبقى دي تكوين للمستقبل. ايه كمان؟ نمبر 3 في عندنا the present. the present ايه؟ the present continuous. the present continuous يعني المضارع المستمر. في عندنا نمبر 4 the present simple. في عندنا نمبر 5 اللي هو مين كمان؟ في عندنا زمن اسمه ايه؟ نمبر 5 في عندنا the future
هيبقى ايه؟ Number 5, the future continuous. Number 6 اللي هو مين؟ the future perfect. يبقى دي الست تكوينات بتوع المستقبل. يبقى عندنا تاني the future with will, the future with going to, the present continuous, the present simple, the future continuous, the future perfect. طبعا احنا عارفين الترجمه بتاعتهم. present continuous اللي هو مضارع مستمر، البريزنت سمبل مضارع بسيط، عندنا الفيوتشر كونتينوس المستقبل المستمر، وفي عندنا الفيوتشر بيرفكت اللي المستقبل التاني. اوكي؟ طيب تعال نشوف كده ايه حكايتهم. تعال ناخد واحد واحد. امتى بستخدم اول حاجه ويل؟ امتى افكر ان انا استخدم ويل؟ تعال نشوف ويل مع مين. قال لي ويل لما يكون عندك اول حاجه التنبؤ بس بدون دليل. التنبؤ بدون ايه؟ التنبؤ بدون دليل. يعني I think it will rain tomorrow. اعتقد انها هتمطر بكره. يا عم ازاي؟ الجو حر وحرانين والدنيا ازاي هتبقى في مطر؟ ده تنبؤ بس بدون دليل. I think احمد will be a millionaire. انا اعتقد ان احمد هيبقى مليونير. يبقى اذا ده هنا تنبؤ بدون ايه؟ تنبؤ بدون دليل. طيب تاني حاجة عندنا الحقائق المستقبلية. يعني ايه حقيقة مستقبلية؟ لما اجي اقول لك مثلا next year I will be 20 years old. السنة الجاية هيكون عندي 20 سنة. يبقى إذا دي حقيقة إيه؟ مستقبلية. مصطفى studies medicine. مصطفى بيدرس في كلية الطب. يا ترى هيكون إيه؟ أيوه دي حقيقة مستقبلية. he will be a doctor. هيكون دكتور. أوكي؟ في عندنا حاجة اسمها الفيوتشر فاكتس. قلنا هذه القرارات الحقيقيه المستقبليه. ثالث حاجه قلنا ذا كويك ديسيجنز. ايه الكويك ديسيجنز دي؟ القرارات السريعه. ايه القرارات السريعه؟ لما اجي اقول لك ايه؟ ذا دور بيل از رينجنج. جرس الباب بيخبط. اي ويل اوبن ات. انا هروح افتح. يبقى اذا ده هنا ايه؟ قرار سريع. خلاص؟ يور ماذر مامتك بتقول لك ايه؟ وي هافنت جوت تي. ما عندناش شاي. I will buy tea. أنا هروح أشتري الشاي. يبقى إذا ده حضرتك ده قرار إيه؟ قرارات سريعة. كمان عندنا بالنسبة لجمل العرض الأوفر. إيه الأوفر ده؟ لما باجي أعرض على حضرتك حاجة يبقى هنا جمل العرض اللي هي الأوفر. تمام؟ هنا قلنا كويك ديسيجنز قرارات سريعة. ودي كده فيوتشر فاكتس. طيب ذات باج لوكس هيفي. الشنطه دي شكلها تقيل. I will help you with it. انا هساعدك فيها. يبقى اذا ده جمله هنا جمله ايه؟ جمله عرض. في عندنا جمل البروميسز الوعد. ايه البروميس ده؟ اللي هو الوعد. لما اجي اقول لك اوعدك بحاجه I will buy you a mobile if you succeed. انا هجيب لك موبايل لو انت هتنجح. يبقى اذا ده جمله ايه؟ وعد. في عندنا جمل الريكوست. الريكوست ده اللي هو جمل الطلب. لما اجي اطلب منك حاجه will you shut the window. ممكن تقفل الشباك. will you lend me 5000 baht. ممكن تسلفني 5000 جنيه. يبقى اذا ده جمله ايه؟ جمله طلب. في عندنا جمل اللي هي بتاعت الثريد. ايه الثريد ده؟ التهديد. لما اجي اهددك بحاجه I will resign if I don't get a pay rise. انا هستقيل لو ايه؟ ما رفعتوليش مرتبي. خلاص؟ I'll punish you if you don't study. انا هعاقبك لو مش هتذاكر. يبقى اذا ده جمله ايه؟ جمله تهديد. اوكي؟ في عندنا جمل التحذير اللي هي الورن. ايه الورن دي؟ التحذير. لما اجي احذر حد من حاجه دايما الاقي الجمله دي اقول لك be careful. خليك حريص. او watch out او be quiet.
or I will punish you. خلاص يبقى اذا ده جمله ايه؟ جمله تحذير. حبايبي اللي بيبقوا ماسكين الموبايل وعمالين بقى يسمعوا الفويسات بقى بتاعتهم، حد كده كبير يقول لهم be careful or you will make an accident، خلي بالك والا هتعمل حادثه. يبقى اذا ده جمله ايه؟ جمله تحذير. طبعا في بعض الكلمات اول ما بشوفها هستخدم will معاها على طول. زي مين يا ترى؟ زي الافعال، زي كلمه think يعني يعتقد، او believe يعتقد او يتوقع او يتنبأ، expect يتوقع، predict يتنبأ، hope يأمل او يتمنى، promise يعني يوعد، sure متأكد، certainly او probably. كل دي يبقى معاها اول ما بشوفها يبقى معاها will plus infinitive. will والفعل فين؟ في المصدر. تمام؟ طيب I hope اهو، I hope انا بتمنى، I will see him tomorrow. I expect بتوقع he will win. خلاص؟ I promise I will visit. في عندنا I promise قلناها. تمام. هنا as soon as دي هناخدها دلوقتي مع بعض الروابط. زي مين؟ زي after او as soon as، after او as soon as، ماشي؟ او when. كل الروابط دي او once ايه اللي هيحصل معاهم؟ قال لي بيجي بعدهم حاجتين، او the moment دول كده بيجي بعدهم present simple مضارع بسيط، will والمصدر، او present perfect مضارع تام، will والايه؟ will والفعل في المصدر. تمام؟ طب في عندنا till or until معنى ايه؟ بمعنى حتى. بيجي قبلها ايه؟ present simple بعدها present simple او present perfect، بس لازم يكون قبلها ايه؟ ايوه future اللي هو مع will بس منفي. يعني ايه؟ هتبقى want والمصدر، واحيانا ممكن تبقى will على حسب معنى الجمله، will والمصدر او want والمصدر. اوكي؟ في عندنا كمان تاني حاجه هنتكلم عنها الايه؟ going to. تاني تكوين للمستقبل مع مين؟ مع going to. قلنا going to بنستخدمها مع مين؟ اول حاجه لازم يكون في تنبؤ بس بدليل. احنا قلنا going to لازم يكون معاها am او is او are، و going to والفعل فين؟ في المصدر. طبعا الاي بتاخد am، الاي بتاخد am، he او she او it بياخدوا is، الوي والذي واليو هياخدوا are، وكلهم بيجي معاهم going to والفعل فين؟ في المصدر. It's cloudy الدنيا مغيمة، واضح كده it's going to rain انها سوف تمطر، يبقى ده تنبؤ بس بايه؟ بدليل. He can't swim هو مش هيعرف يعوم. He is going to drown هو ممكن ايه؟ هو هيغرق. تمام؟ طيب في عندنا خطط مستقبلية. طول ما في كلمة بلان او ميد بلان او ممكن هتبقى هاز بلاند، في الحالة دي هيبقى معاها ده حقائق او خطط مستقبلية. طول ما في بلان في الجملة. I have plan أنا عندي خطة. I'm going to start my project. طول ما في intention اللي هي ايه؟ نية. طول ما في حاجة انت ناوي عليها او intend بمعنى ينوي، يبقى بنستخدم معاها going to. يبقى going to بنستخدمها فين؟ تنبؤ بدليل، خطط، نية، تنبؤ. نمبر 4 بقى هنتكلم عن going to مع مين؟ مع الديسيجنز. ايه الديسيجنز دي؟ القرارات. لما يكون عندي هعمل قرار بس قرار مسبق، لما اجي اقول لك I have decided to buy a laptop، يبقى في الحالة دي اقول I am going to buy a laptop. يبقى اذا هنا going to بنستخدمها عن ايه؟ للقرارات. اهو they have decided هم قرروا، they have decided to، they are going to study. في الحالة دي قلنا هناخد معاها مين؟ going to. she has made up her mind she is going to leave. في عندنا نمبر 5 اللي هي ايه؟ الاشياء التي اوشكت على الحدوث. لما اجي اقول لك watch out you are going to fall، خلي بالك هتقع. في الحاله دي
انا بتكلم عن اشياء اوشكت على الحدوث. اوكي، يبقى عرفنا going to خدناها مع مين؟ برافو عليكم، قلنا خطط، نيه، قرارات، تنبؤ بدليل، اشياء اوشكت على الحدوث. اوكي، تالت تكوين للفيوتشر مع البريزنت كونتينوس. ايه البريزنت كونتينوس ده؟ المضارع المستمر، مضارع بس ايه؟ مستمر، اللي هو بيتكون من am is are plus verb plus ing. من الاخر المضارع المستمر يا مستر ايمن مش بيتكلم عن حاجه بتحصل دلوقتي ولسه مستمره. ايوه فعلا كلامك مظبوط، لما اجي اقول لك look the birds are flying in the sky، بص كده الطيور بتطير في السماء، يبقى حاجه بتحصل دلوقتي. طيب امال ازاي بتكلم عنه في المستقبل؟ قال لي للتعبير عن ترتيبات هتحصل في المستقبل. طول ما في كلمه زي arrange، يعني ايه arrange او arranged؟ يعني رتب او made arrangements او prepared اعد او booked يعني حجز او bought او all is okay. كل دي تعبيرات اول ما بشوفها هستخدم معاها المضارع الايه؟ المستمر. اهو he is visiting his uncle، هو هيزور ايه؟ هيزور عمه. تمام؟ he has arranged، هو رتب للكلام ده. عرفنا الكلام ده يا شباب؟ طيب في عندنا لما يكون بالنسبه لنا في مناسبات اجتماعيه او انشطه رسميه من حفلات واعياد ميلاد وسفر وزيارات، اكيد طبعا دي بيكون ليها ترتيبات هستخدم معاها مين؟ المضارع المستمر. اهو he is getting married next Friday، هو هيتجوز الجمعه الجايه. ايه ده مستر، هو ده قرار سريع؟ لا طبعا، ده في تخطيط بقى وترتيب واستعدادات ايه عقبالكم ان شاء الله. تمام؟ طيب our school is taking part in a competition next week، المدرسه بتاعتنا هتشارك في المسابقه الاسبوع الجاي. يبقى كده ده زمن مستقبل مع المضارع المستمر. كمان عدم مقدره فعل الشيء في المستقبل نتيجه الترتيب لفعل شيء اخر. I can't meet you tomorrow، مش هعرف اقابلك بكره. ليه يا ترى؟ هكون بعمل حاجه. يعني مثلا حضرتك معزوم او عندك مثلا حجز كوره بكره الساعه 3، فانا بقول لك بكره انا مستنيك. لا يا عم مش هعرف اجي لان انا هكون بعمل كذا. يبقى ده في استمراريه. اهو I can't meet you tomorrow as I am doing the shopping، لان انا رايح اتسوق. يبقى احنا كده خدنا المستقبل مع will، خدنا المستقبل مع going to، خدنا المستقبل مع مين كمان؟ مع المضارع المستمر. ورابع نوع عندنا اللي هو مين؟ البريزنت سيمبل. ايه البريزنت سيمبل ده؟ المضارع البسيط. بس مش المضارع البسيط ده بيستخدمه في الفاكتس والهابيتس والروتين والفيوتشر. ايوه الفيوتشر بس مع المواعيد. طول ما في ابوينتمنت، في تايم تيبل، طول ما في جدول مواعيد هستخدم مين؟ المضارع البسيط. عارفين تكوينه؟ ايوه طبعا ده احنا حافظينه صم. المفرد بيحب الاس. لما نيجي نقول the train arrives، القطار سوف يصل at 5. اوكي؟ يبقى اذا المستقبل مع المضارع البسيط بيعبر عن ايه؟ ايوه جدول او تقويم، يعني زي مواعيد مواصلات، فتح وغلق محلات او ايا كان، بدايه ونهايه، دراسه، سينما، مسرح، كل ده بنستخدم معاه المضارع الايه؟ البسيط. اهو لما نيجي نقول مثلا جمله زي كده اهو the train leaves at 7:30 AM، القطار سوف يغادر الساعة 7:30 صباحا. The plane takes off at 9 AM، الطيارة هتقلع الساعة 9 صباحا. يبقى ده كده اسمه مضارع بسيط. في عندنا الفيوتشر كونتينوس، المستقبل المستمر. يعني ايه مستقبل ومستمر؟ ازاي مستقبل وازاي مستمر يا مستر ايمن؟ ده بيتكون من ايه قلنا؟ بيتكون من ويل بي والفيرب بلس اي ان جي. يعني ايه برضه مش فاهم؟ طب هقول لك مثال بسيط جدا. انت حاجز كرة مثلا من 3 ل 5 بكره، تمام؟ حاجز كرة من كام؟ من 3 ل 5. الساعة 4 هتكون بتعمل ايه؟ ايوه برافو عليك، هكون بلعب. يبقى اذا ده مستقبل ايه؟ مستمر، اسمه فيوتشر كونتينوس.
يبقى عرفنا الفيوتشر كونتينوس حاجه هتكون مستمره في وقت محدد في المستقبل. زي دلوقتي الاسبوع الجاي هنكون مثلا بناخد حصه، هنكون بنزور عمنا، هنكون بعمل اي شيء، يبقى ده حدث هيكون مستمر بس في وقت محدد فين؟ في المستقبل. اهو التعبير عن حدث سوف يكون مستمرا في نقطه معينه في المستقبل. اهو at 10 o'clock tomorrow، الساعة 10 بكرة he will be in his office he will be working، هو هيكون في المكتب بتاعه أكيد هيكون بيشتغل. يبقى إذا ده هنا مستقبل إيه؟ مستمر. this time tomorrow زي دلوقتي بكرة I will be traveling to الأقصر، هكون بسافر إيه؟ الأقصر. قلنا كمان للحديث عن ما تم ترتيبه وتخطيطه في المستقبل. يعني ايه الكلام ده؟ don't phone between 7 and 8، ما تتصلش بقى من 7 ل 8. ليه يا ترى؟ ايوه اكيد هكون بعمل حاجه يا عم. يبقى في الحاله دي we will be having dinner، هنكون بنتعشى، ما تجيناش. خلاص؟ I can't meet you tomorrow as I will be visiting my relatives. طول ما هو بيحدد لك زمن في المستقبل هنستخدم المستقبل الايه؟ المستمر. في عندنا اخر جزئيه الفيوتشر بيرفكت، المستقبل التام. مستقبل ايه؟ مستقبل تام. قلنا المستقبل التام بيتكون من will have والباست participle، ولو بالنسبه للباسيف هيبقى will have been والتصريف الثالث الفعل. يبقى اذا ده بيعبر، احنا قلنا حاجزين كوره من 3 ل 5، الساعه 6 هنكون ايه؟ لعبنا وخلصنا. ده هم حاجزين 3 ل 5، 6 7 هنكون خلصنا ولعبنا من بدري والدنيا بيس. يبقى اذا ده هيكون حدث اكتمل، حدث سيكتمل حدوثه بحلول وقت محدد فين؟ في المستقبل. دايما بلاقي كلمه زي باي بحلول او قبل، بس لازم يكون بعدها وقت في المستقبل. اهو by 2030 by types of transport available to us will have changed completely. يبقى في الحاله دي بقول لك ايه؟ دي بالنسبه لنا اهم التعبيرات. زي ما اقول لك مثلا by this time او by the time بحلول وقت محدد في المستقبل، لازم يكون في تعبير يدل على المستقبل في الجمله. تمام؟ تعال نحل مع بعض شويه اكسرسايز على الجزئيه دي. طيب السؤال الاول بيقول لك ايه هنا؟ Let's see the film. تعال نتفرج على الفيلم ده. I'm sure you it. واضح كده انا بقول لك تعالى هنا في الحاله دي I am sure. طول ما في I am sure في الجمله قلنا اوتوماتيك هتختار will plus infinitive. يبقى هتعمل كده في الامتحان، مش عايزك تبص على الاجابه الاول، لا انا هجاوب الجمله بناء على فهمي ومذاكرتي وابدا اختار الاجابه اللي انا شايفها. will enjoy ولا would enjoy؟ لا، لازم يكون فيها will والمصدر. مين اللي فيها will يا ترى؟ ايوه هي دي الاجابه الصحيحه. My birthday is next Monday. عيد ميلادي الاثنين اللي جاي. next Monday ايوه مين اللي بيقول حقائق مستقبليه؟ دي يا مستر ايمن الجمله رقم 2 دي حقائق مستقبليه. الحقائق المستقبليه لو انت رجعت الكلام بتاعنا لازم يكون فيها will والمصدر. فين يا ترى؟ ايوه برافو عليكم. عرفت انا بحل ازاي؟ طيب جمله نمبر 3 would you like tea or coffee؟ تحب تشرب شاي ولا قهوه؟ ايوه دي جمله ايه؟ بعرض عليك، تحب تشرب شاي ولا قهوه؟ تحب تشرب شاي ولا انت مش كيف؟ تمام؟ يبقى في الحاله دي انا بعرض عليك حاجه. جمل العرض معاها مين؟ ايوه عاش يا ابطال. يبقى will بلس infinitive. فينك يا will؟ هي. يبقى دي اذا دي جمله عرض الاوفر. في الحاله دي باخد will بلس infinitive. question number 4 I think our team. انا اعتقد ان الفريق بتاعنا هيفوز في المباراه. ده كده ايه؟ ده prediction، بس ما عندكش دليل. بس ايه؟ بس without ايه؟ without evidence. without evidence يبقى ده تنبؤ بدون دليل. هاخد will والمصدر على طول. فينك يا will؟ اهي. معايا يا شباب؟ طيب question number 5 our team ايوه بص الكلام الجامد ده. our team is playing better today. فريقنا بيلعب كويس جدا النهارده. I think will is دي اعتقد ان هم هيفوزوا بسهوله.
مستر أمل انت قلت I think معاها will، انا اخترت زي ما انت قلت لي بالظبط، اخترت will ينفع، بس هنا في دليل يا شباب، طول ما في دليل هاخد going to. طب يا مستر لو كانت الجمله دي مش موجوده I think we كذا، يبقى في الحاله دي هاخد will، لكن طول ما في عندك دليل هاخد معاها going to. اذا الاجابه الصحيحه are going to. It's full of clouds. الدنيا مليانه سحب. I see it rain soon. هتمطر قريبا في الوقت العاجل. واضح كده ده تنبؤ برضو بايه؟ بدليل. هاخد is going to rain. معايا؟ If my neighbor doesn't stop throwing rubbish in the street, I the police. لو جارنا ما بطلش او ما توقفش انه يرمي القمامه في الشارع، انا هبلغ البوليس. ده تهديد علني يا معلم. يبقى اذا في الحاله دي هتبقى ايه؟ ايوه برافو عليكم، هتبقى well 10. Question number 8 بيقول لك tomorrow at 7 p.m. is okay. بكره الساعه 7 كويس. Are you at the square then؟ واضح كده احنا بكره هنتقابل. ده كده زمن مع مين؟ اولا كانت، لا طبعا مش هنقدر نتقابل، ولا mustn't لا. في عندنا going مستر وجوينج تو، مش هنا تعتبر تخطيط حلو قوي. انا احترمت كلامك وعجبتني جدا انك مركز معانا. طول ما في تخطيط، طب يا مستر مش لازم يكون فيها am او is او are، يعني دي مش هتنفع. فعلا دي مش هتنفع كمان. تمام؟ اذا الاجابه الوحيده اللي تنفع هتبقى ايه؟ will meet. في مشكله في الكلام ده، يبقى انا هركز. في ناس اول ما شافت تخطيط احنا مخططين بكره نتقابل الساعه 7، ماشي؟ طب في الحاله دي هتبقى will meet الاقوى بالنسبه لي. we have made all the arrangement. الله عليك، arrangement ده ترتيب. طول ما اشوف كلمه arrangement يبقى ده معاك على طول اوتوماتيك مضارع مستمر اللي هو am is are plus verb plus ing. اهو الكلام موجود قدامنا، تبقى are traveling. why are you upset؟ ليه انت مالك متوتر او منفعل او تعبان او زهقان او ملان؟ don't worry ما تقلقش. are you the money you need؟ واضح ده كده جمله ايه؟ جمله عرض او جمله ايه؟ وعد. يبقى في الحالة دي هتبقى مين؟ هتبقى willing. دي الإجابة الإيه؟ الصحيحة. Question number 12. She study pharmacy when she finishes GSEC exams. That's her intention أو plan. طول ما في intention أو plan يبقى أنت أوتوماتيك عاوز going to. فين يا ترى going to؟ ايوه ولا is going to. يا شباب question number 13. when Magid space his study next year he will travel abroad. دي قاعدة when يا شباب. when دي بتقول لي حاجة من الاتنين، يا present simple يا present perfect. بعد كده will plus infinitive. will موجودة الحمد لله، يبقى انت عايز هنا يا اما present simple يا present perfect. طب finish هتنفع؟ لا، عشان ماجد اسم مفرد هناخد finishes شغال. تمام؟ طيب had finished استحاله طبعا لان هنا عندك will. finishes تمام. have finished ده مضارع تام. كان ممكن ناخدها لو هنا في كلمه has. تمام؟ يبقى اذا اقوى اجابه ايه؟ هتبقى finishes. My friend has decided to study abroad. يعني صديقي قرر ان هو يدرس في الخارج. she او صديقتي هنا she study abroad. واضح كده طول ما في decision او في قرار يبقى هاخد going to. mustn't لا، will لا، going to شغال بس لازم يكون قبلها am او is او are. هي دي الاجابه الصحيحه. اوكي فهمنا. تعال نشوف اسئله الرايت على الفيوتشر. طبعا بيقول لك ايه السؤال؟ write the following sentence using the words between the brackets to give the same meaning. I offer to help you with the binary recipe. طيب لما يجي يقول لك دخل will احنا هنقول حاجه بسيطه جدا. اول ما اقول لك دخل will هقول لنفسي حاجه، فاعل will مصدر. فاعل will مصدر. مين الفاعل؟ اللي هو I. بعد كده اقول will
بعد كده المصدر يبقى help you واكمل الجمله عادي جدا. تمام كده؟ يبقى لما يقول لك دخل will هقول لنفسي ايه؟ فاعل will مصدر، فاعل will مصدر. The match is scheduled to start at 9 p.m. قال لك starts. طبعا هنا ما دام في مواعيد يبقى ده present simple. مين اللي هيبدا المباراه؟ هتبقى اقول the match، المباراه starts هتبدا الساعه كام؟ at 9 p.m. طب الجمله اللي بعدها by the end of the trip we will visit 5 landmarks. قال لك حط كلمة visited. لما نيجي نقول الجملة دي هقول by the end of the trip هنقول we will have visited. استخدمنا مين هنا يا شباب؟ المضارع المستقبل التام في الجملة دي. We will have visited 5 landmarks. تمام؟ طيب we have an arrangement to see the sound and light show. احنا رتبنا ان احنا نشوف عرض الصوت والضوء. عايزين نقول seeing. مين اللي رتب؟ احنا. مين فاكر لما قلنا لا كلمة arrangement دي هستخدم مين؟ ايوه البريزنت continuous. we بتاخد are يبقى we are ايه؟ seeing. يبقى اذا هنا هقول we are ايه؟ seeing مين يا ترى؟ the sound and light show. تمام يا شباب؟ طيب تعالى نشوف ايه اليونت اللي بعده. في عندنا اهم الفوكاب. عندنا كلمه زي recipes اللي هي الوصفات. instructions that tell you how to cook a dish. التعليمات اللي هي بتعرفك ازاي تعمل اكله او تطبخ طعام. features معناها الملامح او معناها المميزات او الصفات او بمعنى يتضمن او يبرز. okay includes or has something special as an important part. okay يعني يشمل بعض الاشياء الخاصه او المهمه. ماشي؟ يبقى اذا دي اسمها ايه؟ features. اوكي adjust معناها يعدل. to change something يعمل تغيير للشيء a little to make it better or more correct. seasoning معناها توابل او تتبيل. salt herbs or spices added to food to make it taste better. اوكي طيب في عندنا set the table معناها يجهز المائدة. to prepare the table for eating a meal. اوكي bowl معناها سلطانية أو وعاء. a deep round dish used for holding food or liquids. end up معناها ينتهي به المطاف أو الأمر. to reach or come to a place, condition or situation that wasn't planned or expected. في عندنا قلنا كلمة زي fiery معناها ملتهب أو حار جدا بتساوي very hot. fast معناها الصيام. period of time when someone chooses not to eat or drink هو الوقت أو الفترة الزمنية اللي بيختارها الشخص إن هو ما ياكلش أو ما يشربش. لام لحم الضاني. البي هنا silent ما بقولش عليها لمب. لام meat that comes from young sheep اللي هو اللحمة بتاعت الخرفان الصغيرة. هنحل مع بعض اهم الاسئله على الفوكاب. بيقول لك ايه؟ you should the driver seat before you start the car so you can reach the pedals. يعني لازم نعمل ايه؟ نعدل المقعد بتاع السواق قبل ما تبدا في القياده عشان توصل للايه؟ للبيدلز. يا ترى سواب نعمل سواب اللي هو تبديل؟ لا طبعا. ولا ادجاست؟ ايوه ادجاست معناها نعدل.
يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل ايه؟ adjust. اكيد مش fast ولا feature. most modern office chairs. معظم الكراسي الحديثة اللي في المكاتب have height and armrests to help prevent back pain. عشان تعمل ايه؟ تعدل او تبقى تحمي الالم بتاع الظهر او تمنع الام الظهر. يبقى لازم يكون ليها كراسي ايه تتعليها وتوطيها. يا ترى فيتشر ولا كومفورتبل مريح ولا فيري ولا ادجستبل؟ لازم يكون كراسي تقدر ايه معدله الارتفاع، يبقى فيها طويل وفيها قصير وتطلعها وتنزلها زي ما احنا بنشوف في المكاتب الحديثه. In big supermarkets، في السوبر ماركت الكبير you can usually find the canned vegetables in the third. في الحالة دي في السوبر ماركت on the left، في السوبر ماركتات الكبيرة بتلاقي الخضروات المعلبة في الثيرد ايه؟ يا ترى البول تالت سلطانية ولا الايل؟ ايل معناها الممر او الطرقة، ولا الريسيبي الوصفة، ولا الايلاند؟ اكيد هتبقى الايه؟ الايل. My mother served a large of fresh fruit for dessert after the family dinner. واضح كده ماما قدمت لنا بول ايه لارج ايه من الايه من الفاكهه الطازه كايه بنحل بيها يعني. في الحاله دي هنبقى ايه؟ يا ترى بول ولا بوبو؟ دي معناها ينحني، مش هي دي. هي بول دي بمعنى سلطانيه. يبقى اذا هنا كده عرفنا. تعالى نشوف الجرامر بتاعنا يا شباب. الجرامر بتاعنا النهارده رائع جدا ولذيذ وما فيهوش ادنى مشكله. هو يعني عايز تركيز حبتين. نسمع عن حاجه اسمها ريبورتد سبيتش. يعني ايه ريبورتد سبيتش؟ الكلام المنقول. يعني ايه كلام منقول؟ قال لي الكلام المنقول هو الكلام اللي حد بيبلغ بيه، الكلام الغير مباشر. في عندنا نوعين من الكلام، في عندنا كلام مباشر وكلام غير ايه مباشر. ايه هو الكلام المباشر وايه هو الكلام الغير مباشر؟ تعال نعرف مع بعض بالتفصيل. اولا هناخد حاجه اسمها reported speech، الكلام المنقول او الكلام الغير مباشر. the reported speech، الكلام المنقول. الكلام المنقول او اللي احنا بنقول عليه الغير مباشر. الغير ايه مباشر. النهارده هنتعلم حاجه وحشه للاسف اللي هي الخبص. عارفين الخبص ده؟ للاسف حاجه سيئه جدا. بالعربي احنا بنزود وبنأفور وبنحط التاتش بتاعنا في كل كلمه بنقولها، تمام؟ لكن في الانجليش عايزين نخبص بس بما يرضي الله. يعني ايه بما يرضي الله؟ يعني لا هنزود ولا هننقص. اتفقنا؟ اتفقنا؟ اوعى تزود ولا معلومه ولا تنقص معلومه. تعال نشوف اول كلام المباشر عباره عن ايه. وليكن مثلا جمله زي اللي احنا هنكتبها كده. هنقول وليكن احمد said to علي. احمد قال لعلي. دايما يكون في كما فصل. بعد كده بنفتح حاجه اسمها الكوتيشن ماركس، علامات التنصيص. I watch cartoon. بعد كده بنقفل علامات التنصيص والفول ستوب بتبقى بره الاقواس. مهم جدا الحاجات دي، لان عندنا في ثالثه ثانوي بيقول لك انهي جمله اصح. ممكن يوقع الكاما دي، ممكن يوقع واحده من الكوتيشن ماركس علامات التنصيص، ممكن ما يحط الجمله خارج او داخل الاقواس. يبقى اذا هنا المفترض ان انت عرفتها. طب الكلام ده مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر. مين اللي قاله؟ قاله احمد. قالوا لمين؟ احمد قال لعلي. قال لي لما نيجي نحول لغير مباشر هنبدا بجمله القول. هنبدا بمين؟ بجمله القول. ايه جمله القول ده يا مستر ايمن؟ اولا جمله القول اللي هو مين قال لمين. مين قال لايه؟ مين قال لمين. تعال نشوف مين قال لمين هنا في الجمله دي. احمد، يبقى هنكتب احمد زي ما هو. ايه يا عم؟
ماشي، نخليهم يا عم احمد. بلاش اللون ده عشان في ناس ممكن تبقى مش شايفه منه. said to قال لي بنحولها لكلمه اسمها told، يبقى بحول كلمه said to الى told. علي هينزل زي ما هو. بعد كده هنحذف الاقواس ونربط بكلمه اسمها that. طب يا مستر ايمن انا نسيت ذات ما كتبتهاش. مفيش ادنى مشكله، ممكن نستغنى عنها ولا يهمك. مين اللي بيقول انا هنا؟ احمد، هيبقى هي. برجع بالزمن لورا، برجع بالزمن خطوه ورا. يعني لو الجمله في بريزنت سيمبل هخليها باست سيمبل، لو الجمله في بريزنت كونتينوس هخليها في الباست كونتينوس، لو الجمله في بريزنت بيرفكت هخليها في الباست بيرفكت. يبقى برجع بالزمن خطوه لورا. تمام؟ يبقى واتش الماضي منها ايه؟ هتبقى واتشد. كارتون هتبقى زي ما هي. طيب تعالى ناخد ايه اهم التحويلات اللي احنا عايزين نعرفها في الدرس ده. اولا تعالى نعرف اللي هيحصل ايه. من الاخر لو لقينا say او says said دول مالهم؟ هيبقوا زي ما هم، مش هنحولهم. يبقى say says said مالهم؟ تبقى كما هي. طب وبعدين قال لي لو لقينا بقى ايه say to هنحولها الى ايه؟ ايوه هنحولها الى tell. طب لو لقينا says to قال لي هنحولها ل tells. طب لو لقينا said to قال لي هنحولها إلى told. يبقى تاني هنبدأ بجملة القول. say says said زي ما هما، say says said زي ما هما. say to بحولها إلى tell، says to بحولها ل tells، said to بحولها ل told. تاني خطوة بنعمل إيه؟ هنحذف الأقواس ونربط بكلمة ذات، واربط بكلمة اسمها ايه؟ ذات. بعد كده بحول الضمير على حسب المتكلم، بحول الضمير على حسب المتكلم وبرجع بالزمن. ايه الخطوات اللي احنا بنعملها في الرجوع بالزمن؟ من الاخر كده ركز معايا في الجزئية اللي جاية. لو وليكن مثلا لقينا بريزنت سيمبل، لو لقينا البريزنت سيمبل، لو لقينا ايه؟ بريزنت سيمبل هحوله الى ايه؟ هحوله الى past simple. هحوله الى past simple. طب لو لقينا مستر، طب ممكن يا مستر ايمن انت وبتشرح تفكرني بالازمنه دي؟ عادي جدا، تعال نشوف هنفتكر ازاي الحاجات دي يا شباب مع بعض. طيب تعال نقول مثلا ايه؟ في عندنا present simple اللي هو زي play او plays، دي مع المفرد ودي مع الجمع. طب في الحاله دي الاثنين دول لو جاب لك play او plays هحولها لباست simple اللي هو التصريف الثاني تبقى played. طيب لو لقيت باست simple هخليه ايه؟ قال لي هخليه past perfect. هخليه ايه؟ past perfect اللي هو ماضي تام، اللي هو had played. يبقى اذا ده had والتصريف الثالث. تمام كده؟ في مشكله؟ يبقى present simple هخليه past simple، يعني لو لقيت play او plays هخليهم played. طب لقيت played هخليها had played. طيب جميل جدا. تعال نشوف كمان لو عندك من الاخر هناخد جزء كده مهم جدا، الحاجات دي هتركز معايا فيها. لو لقيت ام، لو لقينا في الجمله ام او از او ار هيحصل لهم ايه؟ هنحولهم الى was او were. طب معاهم اي ان جي عادي جدا. طب لو لقينا في الجمله ايه كمان؟ لو لقينا have
او has هحولهم الى ايه؟ هحولهم الى had. جميل جدا. في مشكله كده؟ طب لو لقينا مين كمان؟ لو لقينا كان قال لي حولها الى could. طب لو لقينا will هحولها الى would. لو لقينا shall هحولها الى should. معايا؟ لو لقينا may، لو لقينا في الجمله may قال لي احولها الى might. طب لو لقينا must قال لي must لو قانون هتبقى must زي ما هي، تبقى must ايه؟ زي ما هي. طب لو كان الزام داخلي هتبقى had to. معايا كده يا شباب؟ يبقى must هتبقى must زي ما هي، لكن لو الزام داخلي هيبقى had to. طيب تعالى كده نبص مع بعض اللي احنا قلناه كده. قلنا الكلام المباشر ادي اللي احنا شرحناه. say says said هيبقوا زي ما هما. say to تبقى tell، says to تبقى tells، said to تبقى told. قلنا التحويلات دي احنا شرحناها. في بعض الايه الكلمات زي now هتحول الى كلمه اسمها then او at that time. في this هتبقى that، في these هتبقى those، here هتبقى there. طبعا في عندنا come ممكن تبقى go، today هتبقى that day، tomorrow تبقى the following day او the day after، next week هتبقى the following week، yesterday هتبقى the previous day او the day before، last night هتبقى the night before. تعال نشوف مثال زي كده اهو. في بعض الجمل ما بتتحولش يا شباب. ايه الجمل اللي ما بتتحولش؟ قال لي لو جملة القول في المضارع. لو جملة القول فين؟ في المضارع. يعني تعال بص معايا. He says I am very happy today. واضح كده جملة القول دي فين؟ جملة القول في المضارع. قال لي في الحالة دي ما بغيرش الزمن. تعال نشرحها هنا. قلنا امتى ما بنغيرش الزمن للأقدم منه؟ أول حاجة لو جملة القول في المضارع. يعني مثلا هقول مها says to مثلا أحمد I can play guitar. مها قالت لأحمد أنا بعرف أعزف جيتار. ده كلام مباشر صح؟ عشان فيه علامات تنصيص. طب لما أجي أحوله إحنا اتفقنا بنعمل إيه؟ هنبدأ بجملة القول. الجملة دي كده تبقى إزاي؟ هنقول مها says to تبقى tells أحمد. بعد كده هنحذف علامات التنصيص ونربط بكلمة ذات. مين اللي بتقول أنا هنا؟ مها هتبقى شي. واحد بيقول لي كان هتبقى كود. حلو جدا، بس لو كان جملة القول في الماضي لو كانت دي told كنا خليناها كود. that she can play guitar. تمام يا شباب؟ عرفنا ازاي بنحول الكلام المباشر لغير مباشر. يبقى امتى ما بحولش لداخل الاقواس؟ اذا كانت جمله القول في المضارع. اذا كانت جمله القول فين؟ في المضارع. في الحاله دي ما بعمل ايه؟ ما بحولش لداخل الاقواس. تمام؟ امتى كمان ما بحولش لداخل الاقواس؟ تعال نعرف امتى كمان. قال لي لو جملة حقائق. جملة ايه؟ حقائق. يعني ايه جملة حقائق؟ يعني مثلا teacher
said to us. المدرس قال لنا the sun rises in the east. الشمس بتشرق من ناحية الشرق. واضح ده كده جملة القول فين؟ في الماضي. يعني هحول داخل أقواس. حلو قوي، بس دي جملة إيه؟ حقائق. طول ما في جملة حقائق ما بحولش اللي داخل القوس. يعني الجملة دي هتبقى إزاي من الآخر؟ هتبقى زي ما هقول لك كده حالا. هنقول teacher said to تبقى told us. هنحذف الأقواس ونربط بكلمة that. the sun مالها rises in the east. الشمس بتشرق من ناحية الشرق. يبقى عرفنا امتى ما بحاولش داخل الأقواس؟ جملة القول في المضارع، وكمان في جمل الحقائق. ولما بلاقي التعبيرات دي كمان، يعني ايه مثلا؟ لما بلاقي التعبيرات دي زي ايه يا ترى؟ لما اجي اقول لك، هقول مثلا محمد said just now I visited my uncle. في الحالة دي هيحصل ايه؟ ما بغيرش اللي داخل الأقواس. يبقى الجملة هتبقى ازاي؟ محمد said that. مش هنحول said to told، لا طبعا، لأن أنت هنا إيه؟ قلنا تبقى محمد said to، لا ما said بس، هنا هتبقى said زي ما هي. لكن لو قال لك لفلان حد تاني هنقول told. said just now. اللي يتحول هنا الضمير هتبقى هي. مستر انت نسيت ذات، عادي جدا مفيش مشكله فيها. فيزيتد هتبقى فيزيتد زي ما هي. واكمل ماي انكل يبقى ايه؟ هو بيقول عمي، انا هقول عمي ولا عمه؟ عمه. هو هيزور عمنا ليه؟ يبقى هيز انكل. خلاص، يبقى عرفنا امتى ما بحولش اللي داخل الاقواس. طيب تعالى نشوف كمان ده اللي احنا ايه قلناه. He says I am very happy today. لما اجي احولها اقول he says that he is very happy that day. He said to me I don't like wild animal. يبقى هنا بحولها don't تبقى didn't، برجع بالزمن زي ما احنا قلنا بالظبط. طيب الجزء اللي بعده التحويلات اللي احنا لسه قايلينها. قلنا the teacher said، او جمل الحقائق ما بتتحولش اهو. the teacher said that Egypt is in Africa. طبعا دي جمل ما بتتحولش. في بعض الحاجات كده، بعض الكلمات زي لو جاب لك كلمه suggested بدل said to، او بدل said قال لك حط كلمه suggested بيجي بعدها verb plus ing، عادي جدا وما فيهاش ادنى مشكله. تمام؟ يبقى اقول لك هنا مثلا هاني said let's go to the club، وقال لك حط suggested، يبقى اقول هاني suggested going to the club. اوكي؟ طيب نفس الكلام invited. اوكي، كل الكلام ده ما فيهوش ادنى مشكله. بص كده، لو كانت جمله ايه؟ مثلا ساره said it's kind of you to help me، قال لك حط كلمه thanked، يبقى اقول ايه؟ ساره thanked me for helping her. تمام؟ طيب apologize يعني اعتذر، بيجي بعدها اعتذر لفلان على كذا. او علي said to his teacher I'm sorry for coming late، يبقى اقول علي apologized to his teacher for coming ايه؟ for coming late. طيب في عندنا بالنسبه لبعض التحويلات، لو عندك قال لي ايه هنا يا شباب؟ الحته دي عايزين نقولها تاني، نرجع ليها.
لما نيجي نحول من مباشر الى غير مباشر على حسب معنى الجمله، هتفهم معنى الجمله كويس الاول، هيختار فعل القول ماشي على حسب الجمله اللي قدامك. يعني مثلا يقول لك حط كلمه ادمايت يعني يعترف او يسلم بيه او يقر بان، اكسبلين يشرح او يوضح، بروميس يعني يوعد، تيل يعني يخبر، ثريتن يهدد، سجست يقترح، ديناي يعني ينكر، ابولوجايز يعتذر، انسيست يعني يصر، اجري يعني يوافق، بليم يعني يلوم، ابولوجايز يعتذر، ورن يحذر، كومبلين يشكو، ادفايزد نصح. كل ده اي جمله يجيبها لك ما عندكش مشكله، هتشيل سيد تو او سيد وتحط كلمه من دول. لو الجمله دي يجي بعدها تو المصدر هنحط تو المصدر، لو بعدها اي ان جي الفعل ده هحط اي ان جي عادي جدا على حسب معنى الجمله مش على حسب نوعها يا شباب. طب لو جاب لك جمله فيها اف كانت في الحاله الاولى، لما اجي احولها احنا عارفين بنرجع بالزمن، هرجع الاف الحاله الكام؟ الحاله الثانيه. خلاص؟ يعني مثلا he said if it rains I will stay at home. لما اجي احولها اقول he said that if it rained he would stay at home. اوكي؟ طيب يبقى كده في بعضنا عندنا دلوقتي هنتكلم عن الجمله الاستفهاميه. لو عندي جمله قال لي say to تبقى ask او says to تبقى asks، say to تبقى asked على حسب الجمله اللي عندك. اوكي say ممكن احولها لاسك او want to know اراد ان يعرف، says ممكن اقول asks او wants to know، said اقول asked او wanted to know او wondered. في الجمله الاستفهاميه بربط باف او whether، ده لو جمله ايه؟ استفهاميه بمعنى هل. جمله استفهاميه بمعنى ايه؟ هل. يعني ماشي هنشرح كده اكتر نوضح بنفسنا. تعال نشوف جمله زي كده اهو. هنقول مثلا مصطفى said to ريهام. هنفتح الأقواس وليكن مثلا have you studied English؟ هل انت ذاكرتي انجليزي؟ دي جمله استفهاميه يا شباب بمعنى هل. قال لي ايه الخطوات اللي احنا هنعملها؟ اولا هنبدا بجمله القول. said to دي شايفينها؟ قال لي هنحولها الى ايه؟ الى asked. تمام؟ بعد كده هنحذف الاقواس، هنربط بكلمه اسمها ايه؟ يا اما if يا اما whether. بعد كده هنعمل ايه؟ هحول الجمله الاستفهاميه الى خبريه، يعني هعمل مقص. اليو ده بيتحول على حسب الاسم الثاني، يعني ريهام هنا هتبقى شي. طيب وبعد كده برجع بالزمن للاقدم منه، هتبقى هاد، واكمل الجمله عادي جدا. يبقى اقول مصطفى اهو، مصطفى asked ريهام if she had، واكمل الجمله studied English. تمام كده؟ في أي مشكلة في الكلام ده يا شباب؟ طيب يبقى احنا كده خدنا الجملة الاستفهامية والجملة الخبرية. أدي أهو she said to the tourist can you speak English؟ لما أجي أحولها بقى هقول said to، قلنا بحولها لأسكت، هحذف الأقواس وأربط بإف، هعمل طريقة المقص. tourist هنا السائح، يبقى he could، حولنا كان لكود speak English. أوكي يا شباب؟ طيب علي احنا قلنا بقى الحته دي بقى، شوف كده لما نلاقي سؤال بديد، دي في الماضي. قال لي لما الاقي سؤال يا اما بدو او داز او ديد بعمل ايه؟ قال لي نحذفهم. دو داز بنحذفها ونحط الفعل، نضع الفعل فين؟ في الماضي البسيط، في الماضي البسيط.
طب وديد بنعمل ايه؟ نحذفها ونحط معاها بدل منها هاد والباست بارتيسيبل. هاد والايه؟ والتصريف الثالث ايه؟ للفعل. لو هنتكلم عن جمله استفهاميه باداه الاستفهام نفس الخطوات اللي احنا خدناها من شويه، بس الرابط ما بيبقاش اف ولا ويزر. هيبقى ايه الرابط؟ بنفس اداه الاستفهام. يعني الجمله فيها وات هسال بوات، فيها وير هسال بوير، فيها وين هسال بوين. اوكي؟ يعني مثلا I said to آية what are you doing now؟ في الحاله دي بعمل ايه؟ هشيل said to بحولها الى asked. احذف الاقواس اربط بكلمه وات وبعمل مقص زي ما احنا قلنا. مين اللي بتتسال؟ آية تبقى شي. طبعا فيرب بي في الماضي مع المفرد بياخد was doing واكمل ناو بحولها الى then. اوكي؟ يبقى عرفنا بعمل ايه في الايه؟ بالنسبه للسؤال باداه استفهام. تعال نحل مع بعض اسئله على الجزئيه بتاعتنا دي. question number 1 بيقول لي ايه؟ أميرة told علي that new dress was expensive. أميرة أخبرت علي إن فستانه الجديد ولا فستانها الجديد كان غالي. واضح كده her ولا his ولا hers. واضح كده أنا عايز صفة ملكية. عايز صفة إيه؟ ملكية. يا إما his يا إما her. طب في الحالة دي هي فستانه هو سوري ولا فستانها هي؟ أكيد فستانها هي. يبقى إذا الإجابة هتبقى إيه؟ هير، عشان أميرة هي اللي قالت. طيب دكتور مروة said that. دكتور مروة قالت she looked for a mechanic when her car broke down. واضح كده ده كلام غير مباشر، وهي قالت ان كانت عايزه، كان المفروض تدور على الميكانيكي لما عربيتها عطلت. خلاص؟ طول ما احنا بنتكلم عن كلام غير مباشر قلنا بنرجع خطوه بالزمن، بنرجع خطوه بالايه؟ بالزمن. اذا واضح كده هنستبعد. في عندك هاز دي لا، وهاف دي لا اصلا، لان هنا شي مش هتنفع تاخد هاف. تمام؟ عندك هاف بين وهاد تو. اصل الجمله كان بيقول لك ايه؟ هي بتقول I have to. واضح كده في الماضي هتبقى ايه؟ هتبقى had to. اوكي؟ طيب شريف his dad to give him a lift to school because he was late. يعني اقول لك شريف طبعا عمل ايه لباباه؟ ان يديله توصيله للمدرسه لانه كان متاخر. يا ترى asked his dad ولا questioned سأله ولا said؟ طبعا هنا said مش هتنفع اصلا ولا تساءل. واضح كده في الحالة دي هقول ايه؟ asked، طلب من باباه. question number 4 عمر me I need to find a new job. واضح كده ده كلام مباشر ولا غير مباشر؟ برافو عليك، ده كلام مباشر. ايه اللي عرفني؟ عشان في هنا علامات التنصيص. واضح كده هنا في فاعل وفي مفعول. في الحاله دي مش هتنفع told، لان ما دام هنا في اقواس مش هتنفع told. خلاص؟ وده مش هتنفع asked، لازم يكون said to هي الاجابه الصحيحه. اوكي؟ طيب question number 5. question number 5 بيقول لنا ايه؟ She wanted to know. هي كانت عاوزة تعرف if they would meet us the day. واضح كده الجملة دي كانت في المستقبل مع will، واللي حولناها لwould. يبقى واضح عايز اقول لك الاسبوع اللي جاي. يا ترى after؟ لا، لما المفروض لو قلنا the week after مش هتنفع after معانا. the before طبعا ولا before لان دي كمان مع الماضي. the following week ايوه هي the following week. لكن لو كانت الجملة في الماضي كنا قلنا the previous week. The manager informed us. المدير بلغنا that he in Cairo the following day. واضح كده following day يعني اليوم اللي جاي، يعني ده كان اصلا will، لازم اختار معاها مين؟ هختار would. فين would يا شباب؟ دي لا، دي لا، في would ايوه. يبقى اذا دي هتبقى ايه؟ would arrive. question number 7 عمر said that his car the day before. عربيته كانت بتتصلح الليله الماضيه. repaired لا، انا عايز باسف كمان. had repaired صلحت ولا صلحت؟
was repairing لا، المفترض هتبقى ايه؟ had been repaired. هنا المفروض had been repaired هي الإجابة الصحيحة، عشان ده هنا ايه في الباسيف، يبقى لازم تبقى had ومعاها been والبي بي يا شباب. تمام؟ طيب mom promised، ماما وعدت she me a new mobile the following months. ماما وعدت انها تشتري لي موبايل جديد الشهر اللي جاي. واضح كده هنستبعد buys اصلا، هنستبعد will كمان، ما دام هنا هي اصل الجمله كانت will لان الوعد بروميس مع will. طب لما نيجي نحول لايه؟ ريبورتد سبيتش او الاندايركت برجع خطوه بالزمن، فاكيد هتبقى ايه؟ هتبقى would buy. تمام؟ طب مام اسكد مي وير، ايوه حلو الكلام ده، دي جمله استفهاميه ذا داي بيفور يعني الليله الماضيه، امبارح يعني. يا ترى اي هاد جن، هاد اي، هستبعد اللي فيه سؤال، دي صيغه استفهام ودي صيغه استفهاميه ودي برضو نفس الكلام صيغه استفهاميه. خلاص، يبقى اذا هنا الاجابه الصحيحه where I had gone. تمام؟ question number 10 بيقول لي مريم says، مريم قالت، ماشي؟ مريم says that she her old mobile because it usually breaks down. عايز اقول لك هي باعت او بتبيع. واضح كده الكلام ده جملة القول في المضارع، يعني هستبعد الماضي اصلا، يعني هستبعد دي اصلا. تمام؟ طيب واضح كده هنا في الجملة دي have sold، have مش هتنفع لان هنا الفاعل she. عندي is going to sell ولا has been sold. واضح دي كده كمان في الباسيف ما تبقاش معايا غير ايه؟ is going to sell. عرفت بحل ازاي؟ همسك كل اجابه واستبعد الاجابه البعيده واختار اقرب اجابه تناسب الجمله بتاعتي. I asked محمود what doing then. انا بسأل محمود انت then دي كان اصلها now، كان اصلها كلمه ايه؟ now. ناو بتدل على زمن المضارع المستمر. لازم الجمله هتبقى ايه؟ فيها مين؟ لازم هتبقى فيها was، عشان هنا بنحول الزمن للماضي. يبقى اذا هنا مش هينفع is ومش هتنفع is عشان ده سؤال، was طبعا مش هتنفع. اذا الاجابه he was dying. علي told هاني that the sun، واضح ان دي كده حقيقه. في الحاله دي هتبقى ايه؟ مش هتنفع is rising ولا rise، لازم المفرد بياخد الاس، يبقى دي الاجابه الصحيحه. تمام؟ سامي asked، سامي سأل I would travel to أسوان the following day. واضح كده دي جمله استفهاميه. واضح كده مش هينفع وير عشان هو جاب لك المكان اصلا. وبعد كده هنا بيقول لك هنا دي كمان مش هينفع بأداة استفهام، وهنا نفس الكلام. اذا الجمله دي بمعنى هل انا هسافر اسوان اليوم اللي جاي او اليوم اللي قادم. I don't know the teacher is in the laboratory or not. ما دام في or not دي اوتوماتيك وانت مغمض عينيك هتختار كلمه ايه؟ هختار كلمه whether. وبكده نكون خلصنا مراجعه ليله الامتحان الثاني. اتمنى نركز نستوعب كويس، ما نخافش، ما نقلقش، ما نتوترش، الى ان نلتقي في حلقه قادمه باذن الله مع مراجعه ليله الامتحان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.